اوبا. العيش بقى هنا ده بيتقولوا عليه ايه؟ طبعا السوبر ماركت اللي في القريه. يعني حتى هنا تحس ان هنا في باب وتدخل من الباب تلاقي شارع تاني. الله. اهلا بيكم في قرية الفرشية. قرية الفارسية تبع محافظة الأقصر، مركز إسنا، مدينة إسنا. شوفوا يا جماعة الطريق ده كله طبيعة وكله فاضي، وده الطريق اللي بيمشي فيه القطر بتاع القصب. القضيب ده آخره لحد المصانع اللي بيفض فيها القطر. القرية البيوت البسيطة والعيشة الهادية. ازيكم؟ العيشة الهادية البسيطة يا جماعة. ايه الأخبار؟ حبيبي الغالي، الناس الجميلة والعيشة يا جماعة، الطبيعة. تقول يا عم الزحمة بتاعت القاهرة والله العيشة هنا الحمد لله من صح عند ربنا. لسه الحمد لله. الحمد لله ان احنا عايشين هنا. الحمد لله والله العظيم. لا هنا احسن من البحر بصراحه. انا كنت يعني جاي من رمسيس دلوقتي تعبت نفسيا والله، اعصابي تعبت والله. هنا هترتاح. هنا هترتاح نفسيا والله. لا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لا تفضل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ زي ما انتم شايفين يا جماعه، يعني الحياه هنا بص والله العظيم راحه نفسيه ما شاء الله. ده بيعض ما شاء الله. في ايه هو رافع بقول كده بجد والله عشان دكي مرض. بس ده ايه؟ ده وز ولا صح؟ وز. بجد والله العيشه هنا بيحامي كده المرض يعني بمعنى صح والله العظيم والله. ما شاء الله. بس الواحد هو ماشي هنا، حتى انا كنت جاي من القاهره، العيشه هنا تحس انها راحه هنا هاديه وكل حاجه هاديه هنا، والناس مع بعضيها ومحترمه وكويسه. وتفكرك بقى بالحياه البدايه بتاعت الاصول الطيبه. ده كده صح؟ لا صح اكيد. يعني حتى هنا وانت ماشي تحس ان في يعني ما فيش زحمه بقى. لا هنا هاديه، بقول لك كل حاجه هاديه هنا. والله الناس مشغوله بزرعها ومصالحها والوظيفه، في قصب، في طماطم، في اي حاجه هنا مشغوله يعني بمعنى صح. المهنه الاساسيه هنا في القريه ايه؟ هنا معظم الناس في المزارعين، في اللي شغال في مجال السمك، في الموظفين برضو، في الطماطم في الجاع الصحراوي. يعني اكثر حاجه هتلاقي في ناس على الصحراء، هتلاقي بلدنا كله على الصحراء اصلا والله. بس هنا القصب بقى الموسم بتاعه بقى الناس بقى بتبقى مهتمه بيه قوي. لا صح صح. يا باشا احنا هنروح القصب دلوقتي نشوف الدنيا ونشوف الطبيعه. تمام زي الفل ان شاء الله. السلام عليكم. ازيك يا عم الحاج؟ عم الحاج عامل ايه؟ اهل القريه الناس الطيبه والله، اجدع ناس اهل الصعيد والله، اجدع ناس اهل الصعيد والله، اصحاب واجب واصحاب كرم والله حبيبي. عامل ايه محترم؟ حبيبي اهل الصعيد الناس الجمال. حتى حبيبي عامل ايه؟ هات لنا بقى في عصير ولا ايه؟ ايه؟ ماشي هات اي حاجه، بيبسي او اي حاجه بقى. ايه؟ ماشي ايه؟ ماشي هات اتنين. وهات كبريت بكام؟ كبريت بزني انا بكام؟ امال اللي بيبيعوها بيجيبوا نص دولار. الكبريت بكام؟ الكبريت بكام؟ الكبريت والله كل واحد بيبيع بدماغه. والله بجنيه؟ بجنيه وبجنيه ونص. رخيصه برضه. ماشي. ارحم من هو في متناول الايد دلوقتي. في متناول الايد. ايوه. ماشي. بكام دول كده يا غالي؟ 30. ايوه ماشي. مش اتفضل. تسلم. كده حسين كده. طب العيشة في البيوت اللي هي بتاعت زمان، البيوت العتيقة
لا احسن. كنت بتحس بايه يا حاج وانت قاعد فيها زمان؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه اللي كانت العشاء على كديها، بس كانت احسن من كده. ليه؟ كان زمان انت عاوز يعني بتجيب الحاجات كلها بتجيبها من غير الحاجات، لكن ده كده مفيش. والطبيخ والحاجات دي كنت بتستعملوا ايه؟ حاجات بسيطه. كنت بتستعملوا ايه في الطبخ والحاجات دي؟ اي حاجه كانت حاجات رخيصه كلها. كنت بتطبخوا ما كنتوش محتاجين غاز ولا بوتاجاز؟ لازم الغاز ولا البوابير الجاهزه لازم. لا كنا نطبخ الحاجات. البوابير الجاهزه لازم. ما كانش فيها بوتاجاز ولا في اي حاجه؟ هذول ما فيش. كل دي اه. طب لو خيروك البيوت اللي هي بقى اللي بتاعت اليومين دول الاسمنت وبتاع، ولا البيوت بتاعت زمان، البيوت بتاعت زمان في العيشه؟ اه المسلح زي ده يعني. عندك المسلح اللي كنا بعيد. اه. البيوت دي انضف من المسلح والاسمنت. المسلح ده كيف في الشتاء ما حد يعمله اصلا ولا في الصيف. صح صح. ما حد يعمل. اه ده حقيقه. اسمك ايه؟ كريم. كريم؟ ماشي يا كيمو. من القرية؟ ايه؟ من هنا من القرية؟ عايز حاجة يا كيمو؟ ماشي. عايز حد تستعلم من الاستعلام مالك، انت جهز الورق وبعد كده سامي جهز الورق. مين؟ عامل ايه يا نجم؟ ايه الاخبار؟ تمام والله الحمد لله. كويس؟ تمام والله الحمد لله. ماشي. ايه الاجواء في القرية عاملة ايه؟ تمام والله الحمد لله كله تمام. والله؟ والله العظيم. ماشي يا عم، هات لنا هناخد دول. خلص المشاكل حبيبي. الحظ خبط على بابه ايه؟ اللي عاش حياته سألوك تسأله تقول له ليه. اسمك ايه بقى؟ اسمه حسن. حسن؟ حبيبي حسن. ده اسمه ايه اللي هو بيغني ده؟ لا عمار. عمار؟ ده حاجة مشهورة يعني. مشهورة في الصعيد؟ والله. يعني هو بيمثل رشاد، يعني أحسن فن الكف عندنا في الصعيد. يا سيدي يا سيدي. تشتروا ايه؟ ها؟ بتشتروا ايه؟ ده ايه ده؟ كبدة؟ ماشي. ماشي يا حسين. حصل خير. ماشي. يلا عايزين حاجة؟ مع السلامة. يلا ماشي يا حسن. ازيك؟ السلام عليكم. الله يخليك. زي ما انتم شايفين يا جماعه، القريه اغلبها البيوت العتيقه، البيوت اللي هي من زمان جدا زي ما انتم شايفين. يعني هنا الحياه البسيطه والحياه الهاديه. زي ما انتم شايفين يا جماعه، شوارع القريه الشوارع الضيقه والبيوت العتيقه زي ما انتم شايفين. بتعيطي ليه؟ احساس لا يوصف يا جماعه. ناس يعني بتصحى الصبح بتروح شغلها، بتيجي مثلا من الشغل على بعد الظهر وبيقعدوا في البيت ياكلوا لقمه، يقعدوا في البيت، مفيش زحمه، الجو هادي، الراحه النفسيه. فالوضع هنا يا جماعه مختلف تماما. بس يا جماعه اغلب بيوت القرى يا جماعه بالطوب اللي هو اللبن، يعني زي ما انتم شايفين يا جماعه، بيوت عتيقه وبيوت تاريخيه وبيوت كان قاعد فيها الناس اللي هي ايه زمن الاصاله بقى والطيبه. يا نهار ابيض على البيت ده. البيوت خلي بالك كانت مترقمه زمان. انت بتتكلم 23 حب يرسل البلد وكده. ايه؟ حب يرسل البلد. عرفتهم الارقام السابقه. الكلام ده بدري في عصر الرئيس محمد حسني مبارك. اصلا كانوا بيرقموا البيوت كلها. حاجه يا جماعه، يعني حاجه تحس ان انت في زمن تاني، زمن تاني تماما من شكل البيوت والشوارع وحاجه بصراحه. يعني الواحد والله راحه نفسيه لا توصف يا جماعه. السلام عليكم. ربنا معاكم. ربنا معاكم.
الناس هنا طبعا شغالين صنايعيه، شغالين في الجو الهادي اللي انتوا شايفينه. في فرن بلد ولا يا ربي على تصاميم البيوت، تصاميم البيوت والقعده، القعده الجميله. بصوا كل بيت هتبص تلاقوا ليه داخله، وكأن في ليه ركن كده او حاره لوحده مخصصه ليه زي ما انتم شايفين. شايفين يا جماعه الاراضي دي ورا البيوت، يعني ده الشارع والبيوت وكده الاراضي. يعني مثلا اللي ليه ارض بقى وليه بيت هنا بيجي يزرع، بيعيش بقى الحياه هنا زي ما انتم شايفين. يعني هنا اغلب اهل القريه يعني يعتبر زارعين اغلب الحاجات هنا زي ما انتم شايفين. هدوء حسين. اخر روقان هنا. هنا الواحد جاي يستجيب كل مع نفسه يقعد يعني هنا اخر روقان. حسين كان يعني حسين كان اصلا جاي من القاهره دلوقتي، انت كنت بتقول لي دلوقتي يا حسين انت جاي من القاهره اصلا ولما جيت هنا؟ لا في فرق شاسع، هدوء، بعيد من الدوشه، بعيد من الزحام، دوشه العربيات ومشاغل وحوارات، يعني الوضع غير الوضع، الدنيا غير الدنيا. يعني كمان اصلا حسين يا جماعه من يعني هو من اهل القريه فهو كان جاي من القاهره دلوقتي، ففرق شاسع، فرق شاسع تماما. والله يعني انا لو اقول لي لو الواحد بايده يقعد هنا في مكان يا باشا ويربي معزتين ويقعد راحه نفسيه، يعني الواحد باله رايق مش محتاج حاجه وقاعد هنا ايه في الجو طبيعي والدنيا تمام قوي. يعني كفايه الهوا، كفايه المناظر اللي الواحد شايفها، يعني حاجه بتفرق اصلا في نفسيتك. طبعا السوبر ماركت اللي في القريه، ناس الجميله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حبيبي. حبيبي الغالي. الحمد لله الله يبارك فيك. تفتكر بقى زمان بقى الناس كانت اول ما بدات تشتري منك يعني انت فاتح بقالك كام سنه اصلا؟ لا فاتح كتير زمان، يعني بتاع 20 ما شاء الله. يعني حضرت ايه بقى الحاجات بتاعت زمان دي؟ الشلن والبريزه الكلام ده يعني. ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك لك ويوسع عليك. يعني ماشي حضرتك بقى هات لنا بقى اي كيسين شيبسي. ماشي كام دول كده غالي؟ دول 20 جنيه. ماشي اتفضل. ماشي حبيبي. حبيبي بصراحة الحياة هنا في القرية هدوء وبساطة. الحمد لله ربنا كرمنا بالهدوء. الحمد لله رب العالمين. وهنا الناس كلها قرايب بعض، يعني هي عائلات، بس العائلات كلها تلاقيها مختلطة ببعض وكده. يعني اصلا كلكم عارفين بعض هنا في القرية؟ كله عارف بعض، مفيش حد ما يعرفش الثاني هنا. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. ما شاء الله. الله يبارك لك يا رب. تسلم يا غالي. حبيبي الله يوسع عليك وعليكم يا رب، ربنا يعينك. حبيبي في رعاية الله. اي خدمات؟ الله يوسع علينا وعليك. الله يبارك فيك حبيبي. في رعاية الله. في رعاية الله. ازيك يا غالي عامل ايه؟ يا حسين والله ما هينفع يا حسين. حبيبي كلك ذوق والله، والله كلك ذوق وكرم. حبيبي اصوركم؟ ايوه الديركتور للشباب. ماشي. على شبانه. شباب القرية يا جماعة. شباب القرية. زي ما انتم شايفين يا جماعة ايه الحاجات دي طلعت كده فينا في القرية. يعني زي ما احنا مكملين في القرية. يلا بينا. في شارع قديم كمان؟ لا والله اقدم من كده؟ ايوه يلا بينا. يلا بينا. المنظر حلو، المصور حلو. ماشي. طحونة. السلام عليكم. طحونة اللي في القرية. ماشي. السلام عليكم. البيوت هنا يا جماعه، البيوت اللي هي من زمان دي اغلبيتها هنا مترقمه كلها زي ما انا بقول لكم.
يعني يا جماعه اصلا هنا ما انا بقول لك الشوارع كلها اصلا تحس انها تبع بعض، تحس انها حاره يا جماعه تبع بعض. يعني حتى هنا تحس ان هنا في باب وتدخل من الباب تلاقي شارع تاني. الله، ايه ده يا جماعه؟ ده ايه الشارع ده؟ يا الله، احنا في زمن تاني تماما. ايه الجمال ده؟ ايه؟ العربات القديمه التحف دي يا جماعه بص الشارع ده كله اصلا البيوت اللي هي بالطوب اللبن كله. الشارع كله كان هنا، اللي بره بقى هنا، يعني اللي كان هنا بقى بره كله توسع في الشارع ده. العيله كلها كانت هنا. الشارع اللي وريته لك ده هو مازلنا الشارع كلها بني عمومه وعيال عمنا والعيله. بس كنا هنا اتولدنا هنا وتربينا هنا في الشارع ده الاساسي. بعد كده وزعنا غربه. شوف انت الناس البادمين الغربه دي كلها كانت هنا في الشارع ده بس بيبقى كل مثلا منطقه بيبقى فيها العيله والقرايب. احنا عائلتنا كامله دي اللي برا. بس كنا اساسا تربينا في الشارع ده. الشارع ده كده بيطلع الشارع كله كان بيت وبيوديك غربه وكان شوارع كلها ده الاساسي. ده يعتبر الشارع بيطلع الشارع. عيله شبابنا. طب لما بتفتكر البيت القديم وانت صغير بتحس بايه؟ كلها دي بيوتنا القديمه دي. تحس ان احنا تربينا هنا كنا عيال. كنا اطفال يعني. احنا في الشارع ده كنا برامج كده زي العيال. تحس باحساس مختلف؟ عايزين نرجع ثاني. بنحس ان احنا عايزين نرجع ثاني. نفسنا يعني تربينا كده هنا ونفسنا نرجع ثاني. العيش بقى هنا ده بيتقولوا عليه ايه؟ عيش شمسي ده، العيش البلدي. ده العيش البلدي الصعيدي ده الثابت عندي. ده اسمه شمس. ده بيشبه الشمس. الشمس او البلدي الاثنين. بس ما شاء الله ايه يعني حاجه تقيله. ده اللي صح؟ اللي يعملوا معانا السحب. مفيش حاجه تسد معانا غيره هو ده. بس ده اللي ماشي هنا في الصعيد. ده الثابت في الصعيد كله. صح كده. هنكمل فطارنا يا جماعه ونكمل استكشاف القريه. ما تروحوش بعيد عشان الفيديو لسه ممتع جدا. السلام عليكم. بسم الله. ده اي مناسبه في القريه هنا تبع العيله بيجوا هنا ايه يقعدوا في الديوان ده. اهل القريه بيتجمعوا سواء بقى عزا فرح. بسم الله. ضيوف قريبه فرح كده يعني الكلام ده. فبنستضيفوه هنا زي ما انتم شايفين. ده اللي هو الحاجه الحديثه في البلد اللي احنا بنعمل فيه. فزي ما تقول يعني بنلم من كل الشباب اللي هي الشقيانه التعبانه نلم منها على حسب ما مقدرة ربنا. يعني كل واحد بيكون معاه ونبني عشان خاطر خير لنا وللناس كلها. بس اتفرج خش. ده بيبقى ايه مخصص للعيله. مخصص للعيله، ولو في حد في الحباب والجيران برضو بتاعه مكانه بنعمل لنا الوجبات والمناسبات. في زي الفتره الاخيره في الانتخابات جميع المرشحين جو زارونا هنا. والمناسبات لو في فرح مثلا في ضيوف في حاجه بتاع الناس كلها. الرجاله جايه ورانا. احنا كده رايحين عند ايه الناس اللي رايحين عند حصاد القصب يا عم الحاج. حصاد القصب الموسم بتاعه دلوقتي. حصاد القصب وحصاد الطماطم. بس الطماطم صحراوي. عندنا القصب عند الحاج زراعي. ما شاء الله. ما شاء الله. واحد الناس بتنعش اللي في السمك واللي في المعاش وكلها عايشه. كلها بتعيش. يلا بينا. شوفوا هناك سعيد هنا يا جماعه بيمون بنزين. تعمل ايه يا سعيد؟ اعمل تاني كده. البنزين خلص ولا ايه؟ بمون بنزين عشان المعلم شريف يعني. الله. اسم الصفحه ايه الاول؟ الله اكبر. هيك الرحاب. اسم الصفحه ايه؟ الله اكبر. اسم الصفحه ايه؟ ده عصير قصب ولا ايه؟ لا ده بنزين ولا كركريه ده؟ بالفواكه. ايه؟ بنزين بالفواكه اللي هو فراوله. ده عصير بنزين بالفواكه؟ فراوله. انتوا هنا بتمونوا بالفواكه على طول؟ اي حاجه. لا مؤاخذه في الكلمه يعني برضه لو ما جيناش بنزين والدنيا شحت بنعمل حمام. الله قط يا جماعه قط. قط يا جماعه قط هنا قط هنا. مع كده هنموت. يلا مستناك حلقه كده قلت لهم يلا بينا. حياك يلا بينا في طريقنا يا جماعه. في طريقنا لحصاد القصب. بسم الله. حصاد القصب الراي ده واخد المعاش كله. طماطم وجبل وكله. وسم القصب يا حاج.
هو ده القصب. ده تبعنا اللي اخش عليه اصور على طول ده. والله ده ده ابن عمي. السلام عليكم. صور الشباب وادي الناس والحال زي ما انت شايف. تمام يا حاج. ما شاء الله كل ده بيشتغلوا فيه. ده الموسم بقى. ده الموسم حصاد القصب. هننزل هنا؟ يلا بينا. هنا يا جماعه القصب زي ما انتم شايفينه، هنا بيطلع القصب لمصر كلها. طلع النبي على السعاده. ما شاء الله. تعال تتكلم. ماشي. حصاد القصب ازاي وبتعملوا فيه وبتاكلوا فيهم ازاي وشرك تقرب. ايوه يا عمي. ايه القصب اخباره ايه؟ قصب بالصلاة على النبي موسم خير. القصب مسكر؟ والله والله طالما انت حلفت خلاص انا مصدقك. كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين يا جماعه، زي ما انتم شايفين، بسم الله، زي ما انتم شايفين الطبيعه والقصب في كل مكان والرجاله الحلوين. ورد عليك. ورد عليك. ماشي. بسم الله. ماشي. بسم الله. هنا ايه الحمارين بياكلوا قصب. السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف الحال؟ السلام عليكم. الله ينور. الله ينور. الرجاله الشقيانه. الله ينور. ايه الحاجات دي كلها بتوصل مصر كلها القصب ده؟ بروح مصر شعبنا مصر. السكر امال من فين اللي هيجيبوه لنا؟ ما شاء الله. يعني هنا الارض التصدير. ارض التصدير. ما شاء الله. بتخلصوا على امتى بقى؟ بنخلص يعني على حسب ليه مواعيد المصنع. ليه مواعيد يعني في شهر 4 هي بالاخص، يعني 5 4 6 4 10 على حسب الزراعه. الراجل ده بيشتغل وبياكل قصب اهو. ايوه جبتك اهو. الراجل ده خلص القصب اهو. خلص القصب بقى. احلى رجاله. الله يبارك لك. الاجواء هنا يا جماعه رهيبه. الاجواء هنا يعني زي ما انتم شايفين الطبيعه، راحه نفسيه. الناس دي برضه يعني سبحان الله، الناس دي لها عامل اساسي ان القصب يتصدر لمصر كلها. طيب الساعه 4 الصبح يعني بتجوا هنا 4؟ ما بنخافوش من السقعه ولا حاجه. رجال مصر هيك كده ما شاء الله. يعني ربنا ييسر لكم ان شاء الله، يكون في على شهر 4 انت مخلص كله باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. حبيبي الحاج حبيبي. قام مع العيال. تعالى يا اخويا. الناس بقى هنا شوف يا عم دوان القصب ده بيقول ايه. يا سلام جميل. ايوه ابو خير بلدنا العود بيطلع بمصر ب 30 40 جنيه. هنا ببلاش تاخذ لفاض وتسوق. الله عليك. الله عليك وعلى اراضيكم. فين شوف انت عشان نمبر 1 انت بيجيك بتاع البنجه زي بعض. اشرب اي حاجه يا اخي. طب في بقى بيطلع منه مش مسكر يعني نص نص ولا كله كده؟ بامانه. الله اعلم. الله اعلم صح؟ برافو عليك. لو ما اخذ في ناس هنا في كميات صغيره معاه. ممكن تبيعوا المصانع الصغيره هي بتاعت العسل. طبعا الكميات الكبيره اللي معاه 10 فدان و15 فدان ما يقدرش يدي العسل. صح كده. احنا محتاجين فدانين. محتاجين فدانين. مين؟ احنا لا تعالى كثير الفدن. سلام الحته دي بس. ما شاء الله. تحت الاجواء المشمسه، الجو الجامد جدا، اراضي الصعيد، اكل القصب، المتعه. استنى نجيبوا لك حتتين ده اللي هو الزعزاع. اقول لهم بقى حسب طريقه. الزعزاع. اسمها ايه؟ عمال بيقولوا عليه بحري. اسمها زعزيعه. زعزيعه هو. زعزيعه ده عندنا احنا بنقول المواش. الزعزيعه؟ لا هو ده. اسمه زعزيعه بحري. بجد والله. دي الزعزيعه بقى. ده الزعزاعه والزعزيعه بيقولوا عليه بحري. احنا هنا بنقول عليه قالوه.
احنا بنقول عليه دلو. ده السعيد يا الزعزيع. ده الزعزعة. ايوه على خلي بالك هو ساب الارض كلها وجاب لك الزعزيع. الزعزعة ده قسم. ده بلدين البعام. هم احنا بنقول عليه زعزعة. هو اسمه زعزيع اهو. او بيقولوا احنا هنا بنقول على ده ناجين. هم بيقولوا عليه حياك الله. لا ورد عليه. ده مدفع ده. هو والله العظيم يا جماعه الناس هنا ده دوبل. ايه؟ دوبل ده. الناس هنا مروعه لنا في القصب والله. خد يا حسين بربع الثاني. ده حاجه حلوه والله. باذن الله. ده جميل والله. طبيعي كده. لا القصب القصب جميل. حتى الاسنان دي ده اللي بيروح بقى وجه بحري بقى والقاهره وكده. لينا مصانع هنا احنا. هي بقى عندنا مصنع ارمنت هنا. احنا عندنا بنودي ارمنت. بنودي مصنع ادفو. هي بقى ايه عارفين شغلهم يوزعوا بقى. طلعوه سكر على طول. الشكل العام على الرايق يا معلم. ايوه على الرايق شويه النهاج والناس بترعى غنم. اها هلا اوبا صح حبه اهو. الغنم بتزاولنا. ايوه الغنم صح. هلا بالغوالي. هلا برعاية الله. النيل المراكب. بص الارض دي اصلا طالع فيها عشب زي ما انتم شايفين الخضار اللي انتم شايفينه. طبعا بيجوا هنا ايه يدربوا الحصانه زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين الشط. دي جزيره الفارسيه يا جماعه. جزيره في القريه. يعني ايه الجمال وايه الروعه وايه الحلاوه دي بجد والله. بصوا العبارات اللي هناك دي ماشيه كده يا جماعه. يعني ممكن توصل لاسوان زي ما انتم شايفين العبارات اللي هناك دي. والبط زي ما انتم شايفين يا سيدي. ده البط الرايق ده. والمراكب اللي انتم شايفينها دي. ايه الجمال ده يا جماعه. هنا يا جماعه عادي الاطفال زي ما انتم شايفين والاشبال الصغيره ايه فرسان حقيقيين. عادي الخيول هنا لعبتهم. بسم الله ما شاء الله. عجولك الفنزات ايه اطلع السيد اهو. هلا بالفرسان الجدعان. يا سلام. هلا هلا. كلكم بتركبوا خيل ولا لسه بتتعلموا؟ لسه يعني؟ يلا تحيا الاستاذ شريف. من محافظة الأقصر من جزيرة قرية الفارسية. أقدر أقول لكم دلوقتي اللي إحنا وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت كل اللي استمتع معايا بالفيديو ما يبخلش عليها بلايك ولا اشتراك ولا كومنت وشير الفيديو عشان نوصل العادات والتقاليد لأهل مصر كلها. وأقدر أقول لكم دلوقتي مع الناس الجميلة دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.